لا يا ماما، ما سمعتش التليفون، حقك عليا. ما عرفتش ارن عليك النهارده والله. صوتي ماله؟ لا تمام يا ست الكل، انا بس كنت عندي شويه برد. كنت صاحيه بدري برضو وكنت عايزه انام. انا كويسه بخير. قلقانه عليا ليه بس؟ انا تمام يا ست الكل. احنا كويسين وعبده كويس. ربنا يخليهولي يا رب. مش مخليني محتاجه حاجه. لا يا امي، قلتلك صوتي والله مفيش حاجه. لا تمام يا ست الكل. بس مصدعه والله زي ما قلتلك، بس عشان عايزه انام شويه. حاضر يا ماما. ربنا يهدي سري يا ست الكل. لحظه يا ماما، اشوف تليفون عبده بيرن. لحظه. واحد صاحب عبده في الشغل بيرن عليه. لا مفيش حاجه والله يا ماما. ما تحرمش منك ابدا ولا من سؤالك عليا. عبده ابن حلال والله وغلبان يا امي. احنا كويسين. خلاص يا ست الكل، هكلمك تاني. ماشي. يلا هقوم. كنت بكلم ماما. اه. انا كمان ما رنتش عليها النهارده. فهي قلقت يعني انا ازاي ما رنتش. فهي بترن تطمن عليا بقى تشوفني. بس والله العظيم انا ما حكيت لها حاجه. انا بس هي كانت بتطمن عليا وقلقت بس من صوتي. فانا والله ما حكيت لها حاجه ولا قلت لها اسرار بيتنا ولا اي حاجه. فانا ما سألتكيش. انا عارف ان انت ما حكيتلاش حاجة، انا سامع المكالمة كلها. حكى عليا. ما زعلانه منك. عارف ان انت زعلانة مني ولا جاي تأسف لي وأقولك حكى عليا. انا عارف ان انا اتعصبت عليكي جامد النهاردة ومديت ايدي. عشان خاطري يا عبدو مش عايزين حوار مد الايد ده، علشان انا بشوف نفسي حيوانه. باختصار يعني. ما تقوليش على نفسك كده. انا اللي خلاني اقول على نفسي كده اللي هو كل ما يحصل اي مشكله بسيطه حتى بتمد ايدك عليا وبتضربني. فبزعل قوي اللي هو انا مش حيوان عشان كل شويه اتضرب على اي سبب تافه. انا بقولك حكى عليا يا ست البنات. انا عارف النهاردة انا كنت عصبي شوية معاكي. هي نرفزت شغلي بس انا وجت طلعت مسامحاك فيك. انا مسامحاك بس لو جينا نركز شويه. انا ما قلتش حاجه غلط. يعني ايه المشكله لما انزل اشتغل واساعدك في مصاريف البيت عشان ظروفك مش احسن حاجه؟ ليه شفت ان انا بتحكم؟ ليه شفت ان انا بسيطر؟ ليه شفت ان انا اما انزل اجيب فلوس هقول انا اللي بصرف ومش هقول انا اللي بصرف؟ وعملت معاها مشكله كبيره وكبرت الموضوع ومديت ايدك ماشي. عليا. هو انا مقصر معاك في مصاريف البيت؟ تزعل مني ولا؟ لا مش هزعل منك. انا اللي بصرف على البيت وفعلا مصاريف البيت مقصره يا عبدو، بس مش برضه اقول لك بمشي نفسي. ازاي يعني؟ يعني يا عبدو مثلا انت القبض بتاعك 5000 جنيه في الشهر. بتدفع مصاريف حضانه وبتدفع ايجار 3000 جنيه، واكل وشرب بيصفصف على 1500. ما بيعملوش معايا حاجه غير الكهرباء والماء والنور من 1500 برضه. ما بيعملوش اي حاجه. كل ده شايف ان المصاريف مش مقصره عشان انا مش بحسسك بده. انا بنزل السوق بجيب الطلبات اللي على قدي. بمشي دنيتي في البيت ومش بحسسك بأي حاجة. طب انت مش معرفاني بكل ده ليه؟ هو مش احنا واحد ولا مش ايه؟ عايزة اشيلك فوق طاقتك لأنه هو ده الراتب بتاعك، كنت هتجيب منين يعني؟ هنزل اشتغل بدعيلك ربنا يرزقك. هنزل اشتغل شغلانة تانية. ان شاء الله اشتغل 24 ساعة في وانا ما 24 يرضينيش ان ساعة. انت تشتغل شغلانتين. انت بني ادم برضه وليك طاقة. فحصل خير واحنا مش هنفتح مواضيع. بس كل اللي انا اقصده اللي هو يعني ما تمدش ايدك عليا تاني، اتخانق معايا، زعق، يعني طلع همك فيا. انا مش بعارض. مش هتكرر بس بالله تاني. عليك ما تمد ايدك عليا. مش هتكرر تاني. وانا عمري على فكرة ما حكيت اخر لحد مرة. من اهلي مشاكلنا او اي حاجة بتحصل معانا. عارف ليه؟ انا سمعت المكالمة بتاعك كلها مع عمك من اولها لاخرها.
انت بنت اصول متربية وعايزة تعيشي. لو واحدة غيرك كانت خربت البيت من أول يوم. وأنا أوعدك يا ستي دي آخر مرة مش هتحصل تاني. وعلى أساس الشغل بس تقعد انت في البيت معززة مكرمة، وأنا هنزل أشوف شغلانة تانية لحد الساعة 12 أو 1 بالليل من بعد ما أجي من الشغل. تمام، وأنا اللي هشيل الدنيا كلها. ماشي يا عبدو. متزعلش مني. طب أنا هقوم أعملك كوباية عصير بقى وأجيبها لك. ماشي يا حبيبي. ماشي.